تخيل نفسك واقف على حرف جبل وسط ضرب نار من كل حته، كل اللي حواليك بيجري عشان ينقذ نفسه وانت لوحدك بتبص على عشرات الجرحى اللي مش قادرين يتحركوا. والمصيبه كمان ان انت مش معاك سلاح، لانك كنت مقرر تخش الحرب دي من غير سلاح اصلا باختيارك. الراجل اللي هنحكي عنه النهارده ده رفض ان هو يمسك سلاح طول حياته. الجيش كله اتريق عليه واتعامل معاه على انه جبان وعبء وهيموت زمايله. وبعدين فقعنا في معركه في المحيط الهادي، اللي قالوا عليه جبان وقتها بقى هو الراجل الوحيد اللي فضل لما كله قرر ان هو ينقذ نفسه. طيب ازاي ده حصل؟ وازاي بقى اول واحد في التاريخ ياخد اعلى وسام شرف عسكري من غير ما يضرب رصاصه واحده؟ اهلا بيكم في قناه بلوت تويست، معاكم محمد مصطفى والشورى كاكاشي. في القناه ديت انا بكلمكم عن ناس صنعت معجزات او ناس صنعت كوارث، او ممكن بيبقى نفس الشخص وعمل حاجتين مع بعض. والنهارده هنتكلم عن شخصيه حقيقيه اتعمل عنها فيلم اسمه هاكسو ريدج. جندي دخل واحده من ابشع حروب امريكا ضد اليابان في التاريخ، رفض انه يمسك سلاح وتعاملوا معاه على انه جبان، وطلع من القصه دي اسطوره. فهات بقى الشاي بلبن والقروشتين بتوعك وسيبك من اللي فات وسيبني احكي لك اصل الحكايه. بطلنا اسمه ديزموند دوس، ولد هادي كده من فيرجينيا، اتربى في بيت متدين جدا، ومن صغره اتغرس فيه مبدأ واحد آمن بيه، انه ما ينفعش يقتل ابدا. بالنسبه له دي ما كانتش جمله كده في كتاب دين، دي خط احمر في روحه ومبادئه. اللي حصل بعد كده بقى ان اليابان ضربت بيرل هاربر وامريكا دخلت الحرب العالميه الثانيه. ديزموند زي ملايين الشباب حس ان واجبه انه يدافع عن بلده، بس هنا التناقض اللي هيحدد حياته كلها. هو عايز يخدم بلده في الحرب بس مش عايز يمسك سلاح ولا يقتل حد. ناس كتير في مكانه كانوا هياخدوا اعفاء وهيقعدوا في بيوتهم ببساطه. ديزموند رفض بقى وقرر انه لازم يدخل الجيش، بس كمسعف يروح وسط المعركه عشان ينقذ الارواح مش عشان ياخدها. كان شايف نفسه بالمنظر ده انا متعاون جدا ومكسب لزمايلي، بس هم كانوا شايفينه عبء. عايز اقول لك ان ديزموند دخل الجيش بشروطه، قال مش همسك سلاح، مش هشتغل يوم السبت، وهبقى نباتي كمان. يعني تخيلته كده وهو رايح يقدم في الجيش والقائد الكتيبه قال له كده زي فيلم اللي بالي بالك، يعني انت مش عايز صوفيا لورين تعيش معاك في قلب الزنزانه؟ ومن اول يوم بقى في المعسكر كانت حياته اقرب للجحيم. تخيل انك في عنبر مليان جنود كلهم بيتدربوا على حاجه واحده بس، ازاي تقتل، وفي واحد بينكو بيرفض ان هو يمسك بندقيه من الاساس. الراجل ده بقى في عيونهم انه خطر عليهم، بقوا مصدقين ان هو في المعركه لما يحتاجوه يحميهم مش هيقدر اصلا. وهنا بقى انت اكيد قاعد تقول لي طب ايه يا باشمهندس اللي خلاهم يقبلوه اصلا؟ ما كانوا من البدايه يرفضوا ان هو يتقدم. سؤال في محله وهايل جدا بصراحه. الاجابه ان القانون الامريكي وقتها كان بيسمح بحاجه اسمها المستنكف الضميري، يعني تقدر تخدم في الجيش في ادوار ما تقتلش فيها زي الاسعاف. فدوس بقى بطلنا كان من حقه قانونا يدخل من غير سلاح، والجيش ما كانش يقدر يرفض له الطلب ده. وعشان كده لجأوا بقى لحاجه تانية، قرروا ان هم يخلوا حياته في المعسكر جحيم عشان هو اللي يمشي من سكات. كانوا بيتريقوا عليه ويقولوا عليه جبان ويرموه بالجزم وهو بيصلي بالليل ويهددوه. حط نفسك بقى مكانه، كل يوم اللي المفروض يكونوا قوتك في السلاح بيعاملوك كانك عار عليهم. فالظباط بالتالي قرروا انهم يتخلصوا منه، حاولوا يأدبوه وضغطوا عليه علشان يمسك سلاح. ولما رفض وصلوا ان هم يحاولوا يثبتوا انه غير صالح نفسيا للخدمه، اللي هو كده زي ابنك مجنون يا حد. بس ديزموند الولد الهادي ده كان جواه حديد، مرضيش يطلع ومرضيش يتنازل عن مبدأه ولا سنتي. وفي الاخر القانون وقف في صفه وحقه كمستنكف ضميري اتحفظ. ففضل في الجيش بسلاحه الوحيد في نظره اللي هو كتاب الانجيل بتاعه. راجل بعناده كسب اول معركه قبل ما الحرب تبدا اصلا. ديزموند اترمى في قلب اعنف حرب على وجه الارض وقتها. ديزموند خدم الاول في جزيره جوام وبعدين في الفلبين. وسط النار بدا يعمل حاجه خلت الناس تبص له بصه تانية. كان بينزل وسط الرصاص يداوي الجرحى ويسحبهم من غير ما يشيل سلاح يحمي بيه نفسه اصلا. كسب وسامين شجاعه. الجنود اللي كانوا بيتريقوا عليه بداوا يحسوا انهم محظوظين اصلا ان هو معاهم. بس كل ده كان مجرد مقدمه لمعركه اوكيناوا، ادمى معركه في المحيط الهادي كله. في اوكيناوا كان في هدف اسمه منحدر مايدا، الجنود سموه هاكسو ريدج. تخيل معايا حرف صخري عمودي ارتفاعه حوالي 35 متر، وبعد ما تتسلقوا بالحبال فوق اليابانيين مستنيينك في تحصينات وانفاق ومدافع رشاشه. الخطه اليابانيه كانت بسيطه ومرعبه، سيبوهم يطلعوا واول ما يوصلوا فوق خلصوا عليهم. دلوقتي اكيد في واحد ذكي كده ونابغه قال يا باشمهندس طب ما سهله، ما يطلعوا الجبل بالليل كده في السكرته كده لما يكون اليابانيين نايمين ونخلص عليهم. ايه هذه العبقريه دي يالا؟ غير ان اليابانيين كده كانوا قاعدين فوق في انفاق وتحصينات بيراقبوا الجرفه 24 ساعه، ده اولا.
اولا الضلمه ما كانتش هتخبي الاف الجنود وهم بيتسلقوا شبكه الحبال دي بمعداتهم، وكمان دي ما كانتش عمليه تسلل ليليه، دي كانت هجوم بفرقه كامله. يعني دول مش شويه جنود هتقول لهم معلش اعملوا الموبايلات سايلنت بس عشان ما نقلقهمش لحد ما نخلص الغاره ونرجع. فلا يا حبيبي، الطريق الوحيد كان من قدام وتحت النار مباشره. تخيل بقى معايا ان انت بتتسلق بقى الشبكه دي وايدك بتترعش وانت عارف ان فوق في ناس مستنيينك عشان يقتلوه. الكل طالع محمل سلاح وذخيره، اما ديزموند فطالع معاه مجرد الكتاب بتاعه بس. اول ما وصلوا فوق الامريكان نجحوا ان هم يسيطروا على الارض الدمويه دي، بس بعدها بشويه اليابانيين هجموا هجوم مرتد وعنيف جدا والدنيا اتقلبت. الهجوم المرتد كان اقوى من ان الامريكان يعرفوا يصدوه. الخسائر كانت رهيبه والاوامر نزلت بالتراجع الفوري، انسحبوا من فوق الجبل وانزلوا الجرف بسرعه. الكل انسحب، كل جندي قادر يتحرك نزل مع الجرف. بص بقى معايا دلوقتي، فوق الجبل في ارض مكشوفه تحت النار، فضل عشرات الجرحى ومعاهم راجل واحد بس، ديزموند دوس، رفض ان هو ينزل. يعني انا عايزك تتخيل المشهد ده، كل المنطق بيقول لك اجري، يعني انقذ نفسك، مفيش حاجه كده تقدر تعملها والاوامر جايه لك بان انت تنسحب. ديزموند بص على الجرحى اللي متسابين عشان يموتوا وقرر ان هو هيفضل لوحده وسط النار. بدا يزحف من جريح لجريح ويداويهم ويسحبوا على حرف الجرف ويربطوا بحبل بعقده خاصه كده كان هو متعلمها وينزلوا بايده لتحت لزمايله، والرصاص كان حواليه في كل حته طول الوقت. كل ما ينزل واحد يرجع تاني يزحف ويدور على اللي بعديه، وكل مره وهو مرهق ومش قادر كان بيصلي صلاه واحده بس بسيطه: يا رب خليني اعرف انقذ واحد كمان. ده جندي رفض ان هو يمسك سلاح والكل قال عليه جبان. فضل على الجبل ده حوالي 12 ساعه لوحده، ينزل واحد ويجيب اللي بعده، ولما خلص كان عدد اللي نزلهم من فوق اتقدر بحوالي 75 جندي. اما بطلنا دوس بقى بتواضع قال ان هم حوالي 50 او اقل. الجيش حسبها وقال لك هم 75، لو انت مالكش دعوه احنا هنقول 75 بس. اللي عايز اقوله يعني عدد مهما كان رقمه فكلها ارواح، نزلها واحد بايده تحت النار من غير ما يكون محمي بسلاح. الراجل اللي كل عنبر المعسكر قال عليه جبان وان هو عبء عليهم ورموه بالجزم هو اللي فضل لما الكل قرر ان هو يجري. نفس الضعف اللي عايروه بيه انه ما يقدرش يأذي حد طلع هو مصدر اعظم شجاعه على الجبل. ديزموند ما غيرش تعريفه للشجاعه عشان يرضيهم، هو اللي غير تعريف الشجاعه عندهم كلهم. واحد من اللي ديزموند انقذهم كان قبل كده عايز يطرده اساسا من الوحده. الضابط ده نفسه قال انه اكتشف ان دوس كان من اشجع الناس اللي هو عارفهم في حياته كلها، وانه لولاه هو ما كانش هيبقى عايش، ودي كانت من احلى المفارقات في القصه بتاعتنا. وفي تفصيلتين صغيرين كمان هيكملوا الصوره. ديزموند اتصاب بشظايا قنبله في رجليه، وبعدين قناص كان هشم الدراع بتاعه، وعشان يثبت دراعه المكسوره استعمل كعب بندقيه ككبيره. يعني الوقت الوحيد اللي لمس فيه سلاح كان عشان يداوي نفسه مش عشان يأذي حد. والتفصيله الثانيه بقى دي ودي الاحلى، كتابه اللي هو كان سلاحه الوحيد ضاع في ارض المعركه الدمويه دي. مين بقى اللي راح يدور له عليه في وسط الخطر ده والناس حواليه كانوا عمالين بيموتوا؟ نفس الجنود اللي كانوا بيرموه بالجزم واللي احتقروه بقوا هم اللي بيخاطروا بحياتهم لمجرد انهم يرجعوا له الكتاب بتاعه. في يوم سبته بقى، وده كان يوم مقدس عندهم، وكان دوس كده كان ليه طقوس دينيه بيعملها في اليوم ده. كان فيه هجوم نهائي مخطط على الجرف. ديزموند طلب مهله يصلي ويقرا الاول، والوحده اللي زمان كانت بتسخر منه وقفت تستناه لحد ما يخلص صلاته، وبعدها نجحوا ان هم يستولوا على الجبل. في 12 اكتوبر 1945 الرئيس ترومان علق على صدر ديزموند دوس اعلى وسام شرف عسكري في امريكا كاول مستنكف ضميري في التاريخ يحصل عليه. راجل دخل ابشع حرب وطلع منها بطل وايده فاضيه من اي سلاح. اللي عايزين نقوله ان قصه ديزموند دوس ديت مش قصه حرب، هي قصه ان الشجاعه الحقيقيه مش دايما انك تاذي، احيانا اصعب واشجع حاجه هي انك تتمسك بمبدأك وسط عالم بيقول لك انك غلطان. الراجل ده اثبت ان اقوى سلاح ممكن تنزل بيه ارض المعركه هو انك ترفض انك تمسك سلاح اصلا. بس قبل ما نقفل الحلقه لازم نكون واضحين في حاجه مهمه، الحرب دي ما كانش فيها ملائكه، يعني ما كانش فيها طرف نظيف وطرف شرير. اليابان هي اللي بدات الحرب وقتها بهجوم مفاجئ، وجيشها ارتكب افظع جرائم ساعتها في اسيا، مذابح لمئات الالاف من المدنيين وتجارب وحشيه على بشر احياء. ده ما كانش دفاع عن النفس، ده كان توسع امبراطوري دموي. وفي نفس الوقت امريكا ما كانتش البطل النظيف باي شكل، هي اللي رمت قنبلتين نوويتين على مدينتين هيروشيما وناجازاكي، وقتلت في لحظات اكتر من 200 الف مدني اغلبهم اطفال وستات وعواجيز. ده لحد دلوقتي من ابشع الحاجات اللي حصلت لمدنيين في تاريخ، وحرقت مدن يابانيه بالكامل بقنابل. يعني دي كانت حرب بين امبراطوريتين كل واحده بتحارب عشان مصالحها ونفوذها، والمدنيين والابرياء في النص هم كانوا الثمن. وعشان كده بالظبط ديزموند دوس مش بطل لانه حارب عشان امريكا، هو بطل لانه وسط آلة القتل دي كلها من الجهتين قرر انه مش هياخد روح، اختاروا انه ينقذ ارواح. موقفه ما كانش مع الحرب، كان ضد منطق الحرب كله. وسط ناس بتتقتل على الارض والنفوس كان هو الوحيد اللي شايف ان اغلى حاجه هي الانسان ايا كان مين وايا كانت رايته. ودي الرساله الحقيقيه اللي عايزينك تطلع بيها، اعلى شجاعه مش انك تقدر تقتل، اعلى شجاعه انك تقدر تحافظ على حياه اللي قدامك. وتاني احنا مش بننجد في الجيش ولا الدوله ولا الحرب، احنا بنحتفي بانسان
انسان واحد اتمسك بمبدأه رغم كل الظروف اللي حواليه. قول لي بقى انت ايه اكتر حاجه لمستك في قصه ديزموند دوس بتاعنا؟ قول لي في الكومنتات، وابعت الحلقه كده لواحد من صحابك، بس قول له في الاول يعني ان هي حرق للفيلم عشان ما يشتمكش بعدين. زي كده انا في ناس شتمتني عشان نسيت اقول في اول الحلقه ان ده حرق للفيلم، بس في ده عادي يعني. رفض يمسك سلاح وقت ما كان القتل مباح. السلام. حكم تكاتك.